سلام، كيف اش اخبارك؟ جيت نسول فيك وبغيت نعرفك كي بقيتي وديال بصح، لاني انا وياك يمكن تنمروا من نفس الظروف من مرة لمرة. ولا قبلتيها مني بغيت نوصيك كي خيط الختام، ومرة لمرة بغيت نوصيك على الصبر. وانا عارفك عييتي، ولكن الصبر ياك ديما تنقولوا سيد الناس، ياك سيد ربي العزيز تيقول لك بشر الصابرون، وياك تنقولوا صبر جميل. زيدي حبه وصبري، لان اي حاجه تتقاوميها تتقاومك. اللهم نصبروا، ولكن الصبر ماشي هو الاستسلام. الصبر هي انني نصبر وانا راضيه. وبغيت نوصيك الا قبلتيها وصيه من اختك ومن صاحبتك، بغيت نوصيك على التسليم. الامور تتكون صعيبه تنسلموا امرنا لله، ولكن تسليم ماشي استسلام. تسليم هي انني نعرف ان هذه مرحله ودايزه. ولا قبلتيها مني بغيت نوصيك تهلاي ليا في راسك، وتعرفي ان كل شيء فايت، وان الاتي اجمل. وهذا كلامي ديما معاك، ولكن الوصيه تقدر تعاود مره وجوج. انا غير تنوصيك، كلامي خوديه ديري به، ولكن راه ماشي سيف على رقبتك. وبغيت نوصيك تهلاي ليا في راسك، وتهلاي ليا في صحتك، وتشافي، لان الشفاء هي فاش تعرفي قيمه راسك وقيمه صحتك وقيمه الصحه النفسيه ديالك. الشفاء هي في انك تقولي ان هاد الامور اللي انت دايزه بها يعني دوام الحال من المحال، كل شيء تيفوت. وبغيتك تعرفي انك ماشي وحدك. فاش تشوفيه في عيون النساء اللي حداك، المراه اللي دايزه، الجاره، الخت، الام، اي مراه دايزه عرفيها هازه داكشي اللي انت هازه. بعض مرات الفرق ما بين ناس وناس تيكون هذاك اللي هضرت لك عليه في الاول، اللي تنسميوه الصبر. والصبر سيد الناس. وانت لاله العيالات، مراه حره بعقلك. تهلاي ليا في راسك من اللهيه، وانا تتعرفيني وتنعرفك. نور الهدى، اخصائيه معالجه بالتنويم الايحائي، اعاده برمجه العقل اللاواعي والبرمجه السلوكيه. تبعيني على قناتي على اليوتيوب اللي سميتها نور هدى هيبنوزيتيف، على الانستغرام والتيك توك راك تعرفيني فيه. خليتك في امان الله وحفظه، ولنا لقاء عما قريب باذن الله.